جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تحيا مصر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. واسمحوا لي، أنا مش هقدر أتكلم إلا لما يبقى في مجموعة من الشباب اللي شاركوا في العمل ده يكونوا جنبي هنا، بعد إذنكم. عشان الناس بحبك والله. اتفضل اتفضل، هسلم عليكم. طيب 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 طيب، اتفضل اتفضل. طيب اتفضل. اهلا وسهلا. اكبر رئيس الدنيا. خلاص خلاص خلاص، نبعد نبعد نبعد. كويس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب احنا عايزين نتكلم. طيب. عرفت ليه ما كنتش اقدر اتكلم الا لما يكونوا هم جنبي كده؟ نعم. طب استنوا عليا بس عشان اكلم الناس اللي موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه هم مجهزين كلمه كالعاده، لكن انا عايز اكلمكم حديث انا رتبته مع نفسي يعني لكم. في البداية أنا برحب بكم جميعا وبوجه لكم التحية وبقول لكم شكرا جزيلا على حضوركم معنا هنا ووجودكم معنا. شكرا جزيلا. أنا عايز أكلمكم عن بلادي مصر، لأن في ناس كانت افتكرت إن بلادي ماتت. لا، مصر دي بلد ربنا خلقها عشان تعيش. كان من 7000 سنة كانت مصر موجودة وعلمت الدنيا كلها وقدمت الحضارة للعالم كله، والكلام ده موجود في كتب التاريخ بيدرس في العالم كله. وبعدين تعالوا نتكلم على من 150 سنة بس، من 150 سنة بس كانت في بعثة من دولة عظيمة جدا جاية تشوف تجربة مصر سنة 1862، تشوف الدولة العظيمة دي بقت عظيمة ازاي. الدولة دي كانت اليابان، جت تشوفنا احنا مين واحنا ازاي.
سنة 1962 جت دولة عظيمة تانية تشوفنا وتشوف تجربتنا. الدولة دي كانت دولة كوريا، بعتت بعثة تشوف مصر عاملة ازاي. أنا مش هتكلم ليه مصر ما كملتش، لكن أنا بس بقول وبفكر نفسي وبفكر المصريين وبفكر العالم، بقول لهم إن الدولة دي تستيقظ الآن، تستيقظ الآن. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لا تحيا السيسي، لا لا، تحيا مصر محدش تاني، تحيا مصر محدش تاني، تحيا مصر محدش تاني. مصر بشعبها، مصر بشعبها، مصر بشعبها، اسمع، مصر بشعبها، مصر بشبابها، مصر اللي فيها أكتر من 35 مليون شاب بشبابها. طب أقول أكتر، مصر فيها من 40 لغاية يوم أكتر من 70 أو 65 مليون إنسان. فهي مصر بشعبها، هي اللي علمت الدنيا، وإن شاء الله هتعلمها مرة تانية، هتعلمها مرة تانية. ده عشان كده بقول لكم مصر ما بتموتش، صحيت وهتصحى. اسمع، خلينا الناس اللي موجودة دي ما تزهقش مننا. أنا كنت هكلمكم عن الوقت وأهميته. كنا بنتكلم مع شركة اللي هتعمل مشروع العاصمة الجديدة، فبيتكلم على أن المرحلة الأولى ممكن تاخد 10 سنين. فأنا قلت له مش هينفع. الفكرة فكرة بنقول لا ليه مش هينفع. 10 سنين نكون زدنا 26 مليون إنسان، هنكون زدنا 26 مليون تقريبا كده لو استمرنا بالمعدل اللي احنا موجودين فيه. فالعاصمة الجديدة كلها في خلال 30 ل 50 سنة طبقا للتخطيط هتاخد 5-6 مليون. مش كده برضو ولا ايه؟ مش هينفع، مش هينفع. فالوقت حاسم، وعشان كده هتجدوا ان دايما كلامي مع كل المسؤولين وكل الشركات ان من فضلكم انا مستعجل، انا مستعجل عشان احنا متأخرين. فالمتأخر يا بيمد يا بيجري فاحنا متأخرين قوي، فالجري مش هيكفي، الجري مش هيكفي. ارجع تاني اقول محتاجين نتحرك بسرعة اكتر من كده. وحدي مثال لشركتين هقول اساميهم. انا كنت قاعد مع مدير شركة سيمنز امبارح، فبنتكلم على ان هو ممكن يعملوا محطة للطاقة كهربائية 4200 ميجا في خلال من 30 ل 36 شهر. فقلت له طب ممكن يبقوا سنة ونص؟ فقال لي ده تحدي. قلت له ممكن؟ قال لي ممكن. قلت له يبقى احنا عايزينها في سنة ونص. طب ليه انا عايزها كده؟ الكلام ده لينا كلنا، لكل المصريين وكل المستثمرين المصريين وحتى الشركاء المستثمرين الدوليين. إذا كنتوا عايزين تساهموا بجد في تنمية البلد دي بجد، فلابد إن الشغل يبقى ليل بنهار. طب ده أول نقطة. إيه النقطة التانية؟ من فضلكم التكلفة المالية راعونا فيها شوية.
انا بتكلم بكلام بجد. طب انا بقول الكلام ده لنفسي ولكل مسؤول بيسمع مني. اوعى حضرتك تتصور انك انت تيجي تعمل مشروع ما تقدرش تعصر تكلفته الماليه كده. لا، الكلام ده بقوله لنفسي وبقوله للمستثمر اللي جاي يساعدني. انت هتعمل مهمه صحيح، بس هامش الربح قلله شويه، عشان انا محتاج ده منك دلوقتي. محتاج ده منك دلوقتي انك تقلله. بالمناسبه الشركه دي لما قلت لهم على التكلفه الماليه او هم طرحوا عليا الرقم، فانا قلت له طب ممكن نخفض التكلفه الماليه؟ قال لي ممكن. انا بقول لكم كده ليه؟ لان احنا عايزين نبني بلدنا وعايزين ندي امل حقيقي للناس. فعشان نعمل ده نعمل كل حاجه مشروعه لتنفيذ ده. كل حاجه ايه؟ مشروعه. فادوني رقم هايل بصراحه. يعني وزير الكهرباء قال لي مش ممكن، خلاص اجيب كل الناس عندك. يعني هم عملوا خاطر لمصر قبل ما يعملوا خاطر لأي حد تاني، وأنا بشكرهم على كده. طب أنا قلت لهم بعد كده ممكن المحطة تبقى 3؟ قال ممكن تبقى 3. أنا بقول لكم عشان تبقوا عارفين. إحنا بنتكلم على 13200 ميجا، 13200 ميجا كهرباء من شركة واحدة. لازم يضخوا إن شاء الله خلال 1.5 سنة في الشبكة المصرية. ليه؟ عشان المستثمر اللي موجود وجاي يعمل شغل يجد طاقة ليه. وكمان الشعب المصري ما يفضلش على طول كده إن الكهرباء مش موجودة والدنيا. لا لا، ده جزء صغير. شركة تانية جنرال إلكتريك برضو بشكرهم مرة تانية. قال لي هنرفع كفاءة المحطات، ناخد 24 شهر ل 30 شهر رفع كفاءة محطات عشان يضاعف الكمية، مش يضاعف، عشان يزود الكمية 750 ميجا. أنا بقول الكلام ده بس عشان أوريكم إحنا مهتمين إزاي. مش إحنا مهتمين إزاي ببلدنا، والمستثمرين اللي موجودين معانا يسمعونا ويعرفوا إحنا بنفكر إزاي وعايزين نعمل إيه عشان خاطر بلدنا، فيهم هم يقفوا جنبنا كمان. فقلت له طيب ممكن يبقوا 8 شهور؟ خلي بالكم. قال لي ممكن يبقوا 8 شهور. بس قال لي كده احنا مش هننام. قلت له طب معلش ما احنا عايزين نخلص ده. طب التكلفة المالية؟ فقال تكلفة مالية. قلت له طيب عشان خاطر ربنا بقى كده. لغاية ما وصل لرقم الحقيقة. قال لي بعد كده يعني خلاص يعني. قلت له معلش يعني معلش. طب شيل 100 مليون دول. ايوه وشالهم. فانا احنا بنسقف لهم هم بصراحه، بنسقف لكل من لا 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 يفهم. خلي بالكم الشركتين جايبين التمويل من بلادهم. الشركتين جايبين ايه؟ يعني ايه؟ يعني اذا كنا بنتكلم في تقريبا للمحطة الواحدة تقريبا، يعني مش الرقم مش ب 2 مليار يورو، يعني ال6 مليار يورو دول تمويل من ألمانيا، من الدولة الألمانية.
طيب مهم قوي ان انتوا تعرفوا عشان الكلام ده ممكن قوي دول كتير تعملوا معانا، تجيب التمويل لشركاتها وشركاتها تعمل مشروعات عندنا، يعني يطلع الفلوس من الجيب ده تروح الجيب التاني كده. قلت له طب الفايدة كام؟ فالفايدة كانت الحقيقة حاجة عظيمة. طب صحيح أنا بقول لكم عشان دي حقوق ناس، لما حد يقف جنبينا ما ننساش إنه بيقف جنبينا بصراحة. طب فترة السماح قد إيه؟ هو قال لي 7 سنين. قلت له يبقوا ما تخليهم 12 يعني. قال لي طب اشمعنى دي اللي بتطولها يعني؟ احنا محتاجين كده. اوعى تفتكروا ان مصر عايزه اقل من 200 300 مليار دولار عشان تتبني. اوعى تكونوا فاكرين اقل من كده. انا عارف مصر ومشاكلها زي ما انا شايفكم كده، وعارف حلولها زي ما انا شايفكم كده. مصر مش عايزه مش اقل من 200 ل 300 مليار دولار عشان يبقى في امل حقيقي لل90 مليون دول يعيشوا بجد ويشتغلوا بجد ويتبسطوا بجد. لسه عشان كده بدعو الدول المتقدمة الأوروبية والأمريكية والصين تفكر تساهم بالطريقة دي في مشروعات تقوم بيها شركاتها بتمويل مريح على سنين طويلة يتم سداده. وإحنا التزاماتنا مش التزامي أنا، التزام المصريين بالسداد أمر لا يقبل الشك. اسمحوا لي بمناسبة يعني أنا جات لي دعوة من المستشارة ميركل وأنا بشكرها، وأنا كنت بتطلع لزيارة ألمانيا لأن أنا بقدر وبحترم هذه الدولة، بحترم كفاحها، بحترم قدرتها، بحترم انضباطها، بحترم تطورها، وكل الدول صحيح، لكن أنا على المستوى الشخصي أقدر وأحترم هذه الدولة. فشكرا لها جزيلا وشكرا لألمانيا. احنا كلنا موجودين، واسمحوا لي ان انا بطلب منكم ان احنا نشكر ونذكر بكل خير صاحب هذه الدعوة. هو مش موجود معانا لكن عمل حاجة الفكرة. هو يعني إن شاء الله مغفور له بإذن الله، يعني هو في رحمة الله إن شاء الله. لكن عايز أقول ده اللي ممكن كتير مننا يعمله، يسيب فكرة تعيش سنين طويلة. واسمحوا لي عشان كده بقول إن الفكرة بتاعت عقد هذا اللقاء وهذا المؤتمر والدور اللي قام بيه الحقيقة بيدعونا كلنا ان احنا نأكد ان احنا هنعمل هذا اللقاء كل سنة مرة، بس مش لينا احنا بس، مش لينا احنا بس، يبقى تجمع اقتصادي للدول اللي ليها ظروف صعبة. الدول اللي ليها ظروف صعبة تيجي وتلتقي ويبقى في تجمع لصالح هذه الدول. فاسمحوا لي ان احنا يبقى
نشتغل من دلوقتي، والدعوة موصولة لكل اللي موجودين من الشركات والمستثمرين، كل المستثمرين ان هم يبقوا موجودين معانا ان شاء الله السنة الجاية تقريبا في ميعاد زي اللي احنا بنتكلم فيه. بس خليني اقول هو احنا السنة الجاية لو جينا هنشوف شرم الشيخ كده؟ لا لا، انا بتكلم صحيح. في سنة هو المحافظ كان ناوي ينزل اجازة ولا حاجة ولا ايه؟ لا، ان شاء الله نلتقي بيك السنة الجاية هنا ونرى امر يشهد بيه الناس كلها. شرم الشيخ جميلة جدا، والجهد اللي اتعمل من كل المسؤولين ومن المستثمرين جهد عظيم ومشكور، لكن لسه بدري. ان شاء الله السنة الجاية نيجي نجد منظر مختلف خالص، الطرق والكباري والمنشآت وكل حاجة. لسه استنى بس، ما تستعجلش. بس احنا عشان الكلام كله يبقى مع بعضه كده، يبقى قلنا ان المؤتمر ان شاء الله يبقى تجمع سنوي ونجهز له كويس، مش بس لينا، لا لدول كتير، وكل المستثمرين اللي موجودين يساهموا معانا يكونوا موجودين، وندي فرصة لده ان شاء الله. بدام انت بتسألني على ايه اللي بيتعمل اللي بيتعمل كتير، بس لان المطلوب كتير يعني لسه ما بانش. اللي بيتعمل كتير، لكن لان المطلوب كتير او اكتر فلسه الامر ما بانش. احنا بنتكلم على الاسماعيليه الجديده، بنتكلم على رفح الجديده، بنتكلم على مدينه العالمين، بنتكلم على الجلاله البحريه، بنتكلم على حاجات كتير، على المليون فدان اللي احنا عايزين نعمل محافظات جديده، زي محافظات جديده. ما انا بتكلم اهو تاني، عايزين نعمل محافظات جديده لل4 مليون فدان. بس الكلام ده عايز فلوس كتير قوي، وعايز جهد كبير قوي مننا كلنا. أنا بشكركم جميعا، وكل اللي حضر وكل من أناب من حضر، سواء كان الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء، كل من حضر وساهم في إنجاح هذا المؤتمر. أنا بالمناسبة عايز أقول لكم، أنتوا ما تعرفوش أنتوا فرحتوا الشعب المصري إزاي. أنا ما أعرفش الترجمة واصلة للناس اللي كده ولا لا، صحيح. لكن عايز أقول إن المؤتمر كان المصريين متابعينه لحظة بلحظة، وده الجديد. ما هم لما حبوا يغيروا في 25 يناير غيروا، ولما حبوا يغيروا في 30/6 برضه غيروا. صحيح. أنا بقول لما حبوا يغيروا في 30/6 ما حدش كان متصور إن ممكن حد يقدر يواجه حد. فهم قالوا لا هنغير وغيروا. وعايز اقول لكم عشان اكون كمان منصف، ولو عايزين يغيروا تاني هيغيروا. لا لا
صحيح، لو عايزين يغيروا تاني هيغيروا. اسمعوا بس، اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي بس انا والله لا يمكن استنى ابدا لما يحصل ده، ابدا لا. خلي بالكم، ده الشعب المصري العظيم اللي انا بحترمه وبحبه وخايف عليه. خلي بالكم، ده مش كلام. حب البلد مش كلام. انا بقول لكم كلكم، حب البلد مش كلام. احنا عايزين نحب بلدنا وعايزين نخليها قد الدنيا، عايزين نخلي بلدنا قد الدنيا. انا مرة تانية بوجه الشكر والتقدير لكل الشركات اللي موجودة وكل التعاقدات اللي تم تنفيذها او تم التعاقد عليها. من فضلكم والله. طب انا هقول لك بس، والله انا ما ناسي حد خالص. خلونا بس عشان ده لقاء مختلف. مش عايزين اسمعوا بس، مش عايزين نغيره. بقول تاني مرة، كل الشكر والتقدير لكم جميعا، كل التحية وكل السلام ليكم جميعا ان انتم جيتم وشاركتوا معانا هنا، ولسه مشاركتكم مستمرة والعمل موصول ان شاء الله. والكلمة اللي هقولها دلوقتي هقولها للمصريين. الناس جت من كل مكان عشانكم، ورد الفعل والاستعداد للتعاون مع مصر كان رسالة للدنيا كلها وكمان ليكم انتم. فاحنا عايزين كمان نشتغل معاهم ومع نفسنا ومع مع بعضنا البعض قد اللي احنا بنعمله مئات المرات، آلاف المرات. كنت بقول لكم ان المؤتمر الاقتصادي دراع مصر يعني، لكن بقية الجسم كله لازم يشتغل ويتحرك معاه، ويتحرك معاه بقوة. ومحدش أبدا يعني يستهتر بقوته أو بحجمه. اشتغل واعمل لأجل خاطر بلدك. أنا مرة تانية متشكر وبشكركم جميعا باسمي وباسم شعب مصر. إن شاء الله. شكرا جزيلا.